قريب من المرأة وهو في صلاة. ركز معي، في صلاة. فما بالك في الجامعة 6 سنوات داخلة خارجة داخلة خارجة داخلة خارجة، 6 سنوات ومش في صلاة، مش في صلاة. ربما ازدحم معها أثناء الخروج من البوابة، وتخيل الازدحام هذا لمدة 6 سنوات. وإذا حضرت البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه فعدد ما شئت من السنوات، فتخرج المرأة وفيها شيء من الذكورة، لم تعد هي الأنثى التي تمتاز بالأنوثة، فيها شيء من الذكورة. صوتها مرفوع على أبيها، صوتها مرفوع على زوجها، صوتها مرفوع في مجتمعها. لم تعد تلك التي ربيت ويراد منها المليئة بالحياء والعفة. ولهذا كثرت المشاكل اليوم في الأسرة، فما منا من أحد إلا وعنده مشاكل، خاصة التي درست واختلطت بالرجال، نغمتها تختلف، فيشعر الرجل أنه يعيش مع رجل آخر في البيت، فأوامره لا قيمة لها، هي ترفع صوتها وهو يرفع صوته، ويحصل خلل ويعود سلبا على العيال والأسرة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر خطير. فكان صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الصيانة والحفظ، يقول: وشر صفوف الرجال آخرها. وتأمل معي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة بعد الصلاة أن ينصرف منهم أحد حتى تنصرف النساء عن بكرة أبيها، فتبدأ النساء بالانصراف من المسجد تماما. فإذا انصرفت النساء من المسجد تماما يبدأ التعداد بانصراف الرجال. ما كان ينصرفون على طول مثل ما يحصل الآن في أماكن الاختلاط واللقاء وغير ذلك من الأمور. صيانة للمرأة، حفاظا على الأعراض، حفاظا على القلوب، حفاظا على الإيمان، حفاظا للحشمة، حفظا للحشمة، حفظا للحياة. بل كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم حمامات مثلنا الآن، فكانت المرأة تبقى محبوسة داخل البيت بلا قضاء حاجة حتى يأتي الغروب، فيخرجن إلى المناصع، وهي منطقة بعيدة عن المدينة، مدينة صحراوية مفتوحة. في ليلة من الليالي مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى سودة بنت زمعة، وهي أم المؤمنين، أمنا وهي محجبة، كانت طويلة، خرجت تريد المناصعة، فلما رآها عمر رفع صوته وقال: قد عرفناك يا سودة، يعني حتى لو تخبيناك قد كشفناك، حتى تخاف وترجع إلى بيتها رضي الله عنها وأرضاها. صيانة للمجتمع. فكيف لو جاء عمر اليوم وابنتنا تقف أمام المدير